عرس في الموصل الذي تحول إلى عزاء. أكيد أكثركم شاف الفيديوهات المنتشرة عن حريق قضاء الحمدانية في الموصل، الذي للأسف أدى لمقتل 100 تقريبا، والمصابين أكثر من 100. حادثة مأساوية جدا يعني وفاجعة. حابة أتوجه بالعزاء لأخواننا في العراق، الله يرحمهم يا رب ويصبر قلوبكم. خلينا نشوف لقطة من كيفية اشتعال هذا الحريق ونكمل الفيديو. هذا هو السبب الحريق. طبعا الحادث حصل بسبب مخالفة إجراءات السلامة داخل هذه قاعة الهيثم الموجودة في الموصل، وتم اكتشاف أنه للأسف أبواب الطوارئ كانت مغلقة، مما أدى لرفع أعداد الضحايا. طبعا زي ما شاهدتوا أنه بسبب الألعاب النارية داخل القاعة اشتعل السقف اللي مصنوع للأسف من مواد بناء سريعة الاشتعال. والدفاع المدني حكى أن الانبثاعات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية. الدفاع المدني كمان تحدث عن الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق الألواح الإيكوبوند البلاستيكية المستخدمة في صنع هذه القاعة. وتم إلقاء القبض على 9 أشخاص بسبب مخالفة قواعد السلامة داخل القاعة. بصراحة هي فاجعة ومأساة. طبعا العروس والعريس بخير، لكن بتحكوا عن مئات القتلى ومئات الناس المصابة. فالله يعينهم يا رب بمصيبتهم ويرحم اللي توفوا في الحادثة.